اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معاكم ولاء، ودي قناه كيكات وحلويات. النهارده هنعمل عروض وهنحاول كده نرد على شويه من الاسئله اللي كانت بتسالها يعني. هنسمي الله كده ونبدا ونقول عملنا ايه. طبعا احنا بنشتغل بثلاث بيضات بس، عشان في ناس كانت بتسالني ليه بشتغل بعدد البيض قليل. انا بشتغل بعدد البيض قليل علشان انا بطلع عروض بسعر قليل شويه، ف بحاول يعني اطلع حاجه كويسه وفي نفس الوقت ما تكونش مكلفه. فاحنا هنعمل ان شاء الله الصاج بثلاث بيضات، وهقول لكم الصاج ده بيعمل معايا قد ايه بالظبط. حط لي ثلاث بيضات. اهم حاجه البيض يكون حجمه كبير. يعني انت وانت بتشتري كرتونه البيضه وبتشتري البيض من عند اللي انت هتشتري من عنده، حاولي تنقي البيض الكبير، او حاولي تجيبي البيض الكبير حتى لو تدفعي فرق شويه. هيفرق معاكي، هيفرق معاكي طبعا في الكميه، ويفرق معاكي في كل حاجه. هنضرب البيض. اهم حاجه البيض يكون ساقع. لو البيض مش ساقع هيطلع لك كميه اقل، لو الميه مش ساقعه هتطلع لك كميه اقل، ولو المحسن مش ساقع هيطلع لك كميه اقل. يعني اهم حاجه المحسن والبيض والميه بتاعتنا اللي بنشتغل بيها تكون ساقعه. ساقعه على قد ما تقدري. الميه لازم تبقى متلجه. كل ده بيفرق في الاسبونج عشان يطلع معاكي كويس. لو عايزه نفس الكميه اللي انا بشتغل بيها دي، حتى لو بتشتغلي بمضرب، في ناس كانوا بيقولوا عشان على العجان، عشان العجان طبعا قوه الدفع بتاعته بتبقى اقوى. بس لو انت بتشتغلي بمضرب واشتغلت بنفس التكنيك ده ومشيتي خطوه خطوه وعملتي نفس اللي احنا متعودين عليه، هيطلع لك كميه كويسه. وفي ناس اشتغلت بمضرب وشكرت في الكميه والحمد لله. فاحنا هنضرب 3 بيضات ومعاهم معلقه كبيره من المحسن، وعليهم 100 جرام من السكر لنص كوبايه، ورشه فانيليا، وبنضربه لغايه ما قوامه يبقى كريمي. وبننزل عليهم بكوبايه من الميه المتلجه اللي هي وزنها 200 جرام. بننزل بشويه شويه لغايه ما القوام بعد ما يفك يرجع يربط تاني. وبعد كده بنوطي العجان على اول درجه، وبنبتدي ننزل الدقيق. معلقه دقيق بتاعنا 240 جرام من الدقيق، عليهم 50 جرام من النشا، وعليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر اللي هي وزنها تقريبا 10 جرام، يعني معلقه الاكل. وهنعمل السبونج التاني بنفس الطريقة. يعني احنا كده عملنا اللي هي الفانيليا، وهنعمل السبونج الكاكاو بنفس الطريقة ونفس المكونات ونفس التكنيك ونفس كل حاجة، مش بنغير. بس الفرق ان احنا في الاخر بنضيف معلقتين من الكاكاو، وبنحط نفس حجم الدقيق، علشان الكاكاو لما بيتحط على السبونج بيهبطه شوية. فلازم نحط نفس كميه الدقيق، مش بنشيل منه معلقتين ولا حاجه. أنا الاول كنت بشيل منه معلقتين واحط بدلهم كاكاو. لقيت دايما ان الصاج الشوكولاته بيطلع اقل من صاج الفانيليا، فبقيت احط الدقيق نفس المقادير بالظبط، يعني نفس مقدار الفانيليا، بس بزود عليه اللي هو في المعلقتين اللي في الاخر اللي هم بتوع الكاكاو. ابتدى يظبط معايا ويطلع الصاج ده قد ده، علشان لو هعمل تورت نص ونص، لان هي اغلبيه التورت اللي بتطلب مني بتبقى نص ونص. فطبعا عشان ما يبقاش فيه مشكله في الاسبونج في الحجم، يعني ده عن ده. فزودي المعلقتين الكاكاو على الكميه اللي احنا بنشتغل بيها. طبعا بالنسبه لتقطيع الصاج او تقطيع التورتايه، في ناس بتقولي انت ليه بتقطعي اقل من المقاس 3 سم. طبعا احنا قلنا ان احنا بنطلع عروض، وانا بطلعها بسعر كويس الحمد لله يعني، وشغاله معايا كويس. فانا لو قطعت اصلا التورتايه على مقاس 18 وجلستها هتوصل ل 20 و22، فهتبقى حجمها كبير بالنسبه للسعر. لكن لو انت عايزه تقطعي المقاس صريح زي ما هو بالظبط، على فكره المحلات نفسها بتعمل كده. هو دايما التورت بتاعت البيت، يعني بتشتريها من حد في بيته اونلاين، بتبقى مقاسها كبير شويه عن التورت المحلات. يعني لو هتروحي تجيبي مقاس 22 او مقاس 20 او 25، هتلاقي دايما بتاعت البيت بتبقى اكبر شويه، لان هم ساعات بيقطعوها على نفس المقاس بالظبط. لو انت بتشتغلي مع حد وهتعرفي تلمي خاماتك وتلمي حاجتك وتلمي فلوسك، تمام قطعيها كبيره مفيش مشكله، قطعي المقاس كبير. لكن لو انت مثلا بادئه لسه وعايزه تعملي حاجه كويسه وتكسبي فيها، وفي نفس الوقت برضو ترضي العميل وترضي نفسك، حاولي تقطعي اقل شويه. في الموضوع ده في ايديك انت اللي تقدري تحددي السعر بتاع التورتيه. يعني انت هتقطعيها مثلا مقاس 18 وهتجلسيها وتوصل مثلا لمقاس 20 22، استحاله تطلعيها هي وثلاث قطع جاتوه ب 100 جنيه زي ما انا بعمل. اكيد هتطلعيها اعلى شويه. فانت كده هتبقي لما الفرق ده، فالموضوع هي معاكي هيفرق. انت حاسه ان لا مش هتعرفي تلمي الدنيا، حاولي تقطعي اقل شويه، ومش بتفرق صدقيني قوي في الحجم. بس هي بتفرق معاكي انت بقى في التجليس وفي كل حاجه، وفي الكريمه هتوفر معاكي صدقيني. هتوفر 2 سم، هتوفر او 2 سم، هتوفر في كل حاجه. عايزه تشتغلي كده اشتغلي، عايزه تشتغلي كده اشتغلي. انا اشتغلت بالطريقه دي وريحتني وعاجبه الناس الحمد لله، وبتشتغل معايا كويس. احنا كده سوينا الاسبونج بتاعنا على درجه حراره 200 من فوق ومن تحت.
وطلعته طبعا، طلعت منه اقل من نص الصاج، اشتغلت بيه سيريس رول زي ما انتم شايفين، وبقطع كده التورتايه بتاعتي على الطبق او اي حاجه، المقاس اللي انت عارفه ان هو ده المقاس اللي انت المناسب بالنسبه لك. انا المقاس اللي انا بقطع بيه مقاس 15، البورد بتاعتي بتبقى مقاس 15، او الطبق ده تقريبا 15. القعده دي مقاس 22. بس بصوا دايما القعدات كده انا بقالي فتره بجيبها، حاسه ان هي دايما فيها ميل، يعني عارفه يعني المشكله بتبقى في القعده مش بتبقى في التورته. طبعا جبت اول ديسك كده وابتديت اسقيه. طبعا الشربات اللي احنا بنشتغل بيه ده بيبقى كوبايه من الميه عليها معلقتين من السكر. طبعا انت هتضعفي بقى الكميه، هتضعفي كميه الميه، هتضعفي كميه السكر. اول ما بيغلي غلوتين كده بحط عليهم رشه فانيليا وبسيبه يبرد، وبحطه في التلاجة بقى وبشتغل بيه لغايه ما يخلص وببتدي اعمل غيره. طبعا انا برش رشه بسيطه لان هو الاسبونج ما شاء الله طري وكويس، فانتي ما تغرقوش قوي علشان ما يبقاش شارب كتير، فالطبقات تحس ان هي هبطت منك شويه. يعني اديله اللي هو الطعم، وكده كده اصلا الاسبونج بيبقى فيه سكر، بس احنا بنديله هشاشه كده. ده بالنسبه للاسبونج. طبعا احنا نجلس كده وزي ما انتم شايفين. العجان بتاعي قلت لكم ان هو كنود، حلو جدا 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 ما شاء الله، شغال كويس. قوه الدفع بتاعته كبيره، وطبعا هو يعتبر احسن عجان موجود في، يعني بالنسبه للعجانات اللي موجوده في مصر كلها. هو يعتبر كنود اعلى ماركه. استعماله كويس، بيشيل يعني شغل، بيستحمل. بس هو صوته عالي قوي على فكره، يعني هو صوته معايا في الشغل عالي، بس هو يعني هو ده كده، يعني مش ان هو فيه مشكله ولا حاجه. كنت جايباه بكام؟ كنت جايباه ب18,000، بس مش جايباه، ما دفعتش فلوسه مره واحده، جبته من واحده معايا في الشغل. وبديها كل شهر 1000 جنيه، وربنا يعيننا على سداده ان شاء الله. جلست التورتايه ولازم ادخلها التلاجة تشد شويه. ده بالنسبه للتقطيع، وبالنسبه للعجال لو عايزين نعمل لكم ريفيو عنه واجيبه لكم. كان جاي وراه شفشه ازاز، وكان جاي وراه اللي هي المفرمه بتاعه اللحمه. وكان جاي وراه 2 حله. طبعا انا عملت التورتيه الاولانيه، ودي التورتيه التانية نص ونص. طبعا جلسناها مع بعض قبل كده، وكان طالبينها مني ان هي تبقى باللون اللي هو البيبي بلو ده، اللي هو اللبني الفاتح خالص سماوي كده. طبعا حطيت نقطه واحده بس على الكريمه، فادتني الدرجه دي. فانت عايزه تغمقي بقى زي ما انت عايزه. بصوا انا عندي اليومين دول مشكله كده، مش عندي انا، يعني يعتبر ابن عمي عنده 15 سنه، كان طالب من اهله ان هو يسافر، وكان في ثالثه اعدادي ومرضاش يكمل تعليمه، وعايز يسافر بره يشتغل. كان عايز يسافر ايطاليا. اصحابه كلهم بيسافروا، بس بيسافروا السفر اللي هي الهجره الغير شرعيه، لو حد يعرفها يعني. سافر و يعني اللي هم بيرموهم في البحر دول. طبعا عايزه اقول لكم ان هو ضغط على اهله كتير جدا عشان يسافر. هموت نفسي وهعمل وبابا باع له ارض عشان يقدر يجمع له المبلغ اللي هو 150,000 جنيه، وكمان سفر غير شرعي. اتقبض عليه في قبل المينا اللي قبل دخول ايطاليا على طول. ورجعوه تقريبا ليبيا، ومحبوس في ليبيا، محدش يعرف عنه حاجه. ابوه وامه بيموتوا، حرفيا بيموتوا، مش عارفين عنه حاجه، ما يعرفوش عنه حاجه خالص، مش عارفين يوصلوا له. فطبعا يعني دي نصيحة لأي أب وأم، مهما ابنك ضغط عليكي، لا، لو تشوفوا منظرهم وهم يعني بيموتوا كل يوم، ربنا يرجعه لهم بالسلامة يا رب يا رب. وطبعا يا عيني يعني هو يرجع بالسلامة الأول، وطبعا فلوسهم اللي راحت عليهم ومرمطته هو نفسه لحد ما يرجع. فيا جماعة احسبوها صح. اي نعم الفلوس بتيجي بتبقى كتيرة، وطبعا الشباب بتغلي بعضها. طبعا هو حد في سنه سافر سنة رجع بقى، الموبايل واللي مش عارفه ايه والعربية، واشترى ده واشترى ده، فطبعا كله بيبص لبعضه. عايزين نرضى بعيشتنا ونرضى باللي ربنا كاتبهولنا. ويعني انت هتسافر بره هتشتغل ايه؟ ده بيتمرمطوا، بيطلع عينيهم على ما يعني على ما بيلاقوا شغل. ولو لقوا شغل يعني بيبقى مش حاجة يعني سهلة. اللي بيغسل في مطعم اطباق، اللي مش عارفه ايه، يعني حاجات مش. واروح اخلي ابويا يبيع ارض وابهدل اهلي معايا. فالموضوع صعب وتجربه صعبه مرت بينا الفتره اللي فاتت، فربنا يرجعه يا رب بالسلامه. ادعوا له، دعوه الغريب مستجابه. بجد والله العظيم ربنا يفك الكرب ويرجعه لاهله. يعني 15 سنه طفل، انا بالنسبه لي طفل، انا ابني عنده 15 سنه قده، انا بالنسبه لي طفل. فربنا يا رب يرجعه بالسلامه يا رب. طبعا عملنا اول تورتايه زي ما انتم شفتوا كده. ودي تاني تورتايه هنعملها يعني بشكل مختلف شويه. يعني انا حاولت اغير في الروزيتات كده شويه، فمش عارفه يعني، قولوا لي كده ان كانت حلوه ولا لا. فجبت كده الروزيتات زي ما انتم شايفين، عملتها يعني من بره لجوه كده زي ما انتم شايفين.
بسحبة كده، فحسيت إن يعني شكلها مختلف شوية بنحاول. أنا هاحاول الفترة اللي جاية دي أحاول أغيّر في الروزيتات اللي هي دايمًا المعتادة دي. أنا بصراحة مش باحب دايمًا يبقى الشغل هو. أنا على طول حتى اللي بيطلبوا منّي تورت عارفين دايمًا إن أنا ما باحبش أكرر ال الم ال ال التورتاية هي نفس الشكل يعني. وكان في حد برضه سألني على موضوع الجيلوهات، إن إحنا بنعمل جيلوهات ألوان طعمها بيبقى إيه. الجيلوهات كلها واحد يا جماعة. الجيلو حتى الجيلوهات اللي إحنا بنجيبها من برّه، أنا أقسم بالله جبت جيلو فراولة قبل كده، حسيت إن طعمه زي الدوا اللي هو بتاع الكحة ده، بتاع اللي بيبقى لونه فراولة. فلأ الجيلوهات دوقيها قبل ما تعمليها، حتى جربي في معلقة كده وهتلاقيها إن شاء الله طعمها حلو. ولو أنتِ حابة إن أنتِ تشتري جيلوهات جاهزة، هي فرقها مش كتير، بس إحنا بنحاول نعمل الحاجة اللي بتوفّر. وشكرًا ليكم، واستنوني في الفيديو اللي جاي. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة، واستنى تعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتبسطني. ومع السلامة.